أخنوش ما مشاش بحالو، دار لينا كاميرا خفية. ولد حمد الحاج خرج من الباب ورجع من النافذة. كان بن كيران وحده من يقلق نوم الملياردير، الآن صار الوافد الجديد هو من يقلق مخططات أخنوش. إنه فوزي القجع. كيف ولماذا؟ هذا ما نكشف عنه الستار في هذه الحلقة، ومعه نطل على مسيرة الغضب الجديدة في أنفقو. ماذا نقرأ في دفتر مطالب الناس البسطاء وكيف تجاهلتها الحكومة؟ ثم نعرج على جديد ملف الصحراء في الأمم المتحدة. ديمستورا يبحث عن المال لتمويل بعثة المينرسو التي لم يعد أحد يريد أن يصرف عليها دولارات أخرى من جيبه. ما محل هذه البعثة من الإعراب؟ وما هي دلالات زيارة ديمستورا إلى أوسلو؟ وهل هناك شيء يطبخ في كواليس الوساطة في أوسلو؟ هذا ما سنراه في هذه الحلقة. فمرحبا بكم في بودكاست كلام في السياسة. خطب في شبيبة الحمامة أمس متحمسا وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال: باغيين المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، وحنا راه صبحنا في المرتبة 22 في السياحة عالميا، وصبحنا الأول إفريقيا في الصناعة، مع أن تصدير الصناعة كلها الإفريقية كلها 4% من تصدير العالم ولا شيء، وحققنا نسبة نمو قياسية أكبر من المعدل العالمي. دابا هذا اللعب على الارقام وعلى اعطينا سيدي الناتج الداخلي الخام تاع فرنسا ولا انجلترا ودير لنا غير 1% في النمو من قبلها. وزاد وقال ان الحكومه تستمع الى نبض الشارع، ولهذا الغت الساعه الاضافيه. واخا مزيان، لنتوقف دقيقه. هل يوجد تمشخير اكثر من هذا؟ اذا كان السيد اخنوش يحتاج الى 5 سنوات لكي يسمع صوت الشارع الذي يحتج على هذه الساعة الإضافية، هذا معناه أننا خصنا نراجع قواعد الفيزياء العالمية لنكتشف أن سرعة الصوت عند المغاربة تحتاج إلى 5 سنوات لتصل إلى آذان الحكومة. أو يعقل هذا؟ هل يوجد كاريكاتوريست في هذا البلد يرسم لنا شي رسم يعبر عن هذا؟ هل يوجد كوميدي يشتغل على هذه الإفيهات التي يقترحها علينا أخنوش؟ جاوبوني الله يجازيكم بخير. لنستمع إليه مرة أخرى، لكن لنحافظ على برودة أعصابنا. الله يخليكم، بلا ما تنرفزوا وانتم تستمعون إلى رئيس حكومتنا. هاد المكتسبات اللي وصلنا لها هي بداية فقط. أنا المغاربة عندهم طموح أكبر، بغاو حماية أكبر، بغاو فرص أكثر، بغاو إمكانيات باش يبنيو مسارهم يديهم. لهذا خاصنا أن نوصلوا مسارنا نحو المغرب اللي بغيناه كاملين باش نوصلوا التحول ديال بلادنا. ولهذا احنا محتاجينكم تكونوا مرة أخرى في الطليعة وفي الصف الأول. والتصريح اللي عملت ان احنا الاولين. السيد أخنوش، إذا كنت ستستمر في تصدر المشهد السياسي والحزبي وغادي تجي تخطب يعني في الحزب وفي شبيبته، علاش نزلتي من سفينة الحزب أشهر قبل نهاية ولايتك الحكومية؟ ولماذا تغطي الآن على هذا الشاب شوكي الذي ظهر باهتا في حضرتك؟ المفروض أن تلتزم بما وعدت به، وأن تفسح المجال للقيادة البديلة في إطار ما داكشي اللي قلتي لنا على أنه تناوب على رئاسة الحزب. هادشي ما كاينش. علاش الآن تجري لمنافسة أخنوش جونيور هذا الصغير على منصة الخطابة والحديث أمام وسائل الإعلام وتقديم الوعود الانتخابية الجاية؟ ولهذا دعنا نطرح على سيادتكم بعض أسئلة إلى السيد رئيس الحكومة، حكومة تصريف الأعمال.
وظيفة الصحفي هي أن يطرح الأسئلة حتى تلك التي تزعج، الأسئلة التي تخطر ببال الجمهور أو حتى تلك التي لا تخطر بباله، خاصة عندما نكون في جو سياسي ضبابي وفي مشهد سياسي عنوانه برق ما تقشع. لنبدأ بالسؤال الأول: هل السيد أخنوش أنت واش عمليا تعاند قرار إنزالك من قيادة الحزب بعد أن صرت تقريبا مكروه من قبل فئات واسعة من الرأي العام بسبب موجة الغلاء، بسبب ارتفاع مستوى البطالة، بسبب تضارب المصالح، بسبب فشلك في التواصل والحصيلة المعروفة؟ علاش نزلتي من سفينة الحزب قبل ما تقدم الحساب للمغاربة في الانتخابات المقبلة؟ لأن وجودك في الحزب صار مكلف. هذا هو هذا هي القناعة التي تشكلت عند الناس، فأمرت بأنه تغادر الحزب، تأخذ منه مسافة باش تخليه حظوظه أكبر في الانتخابات بلا ما تلصق أنت فيه كشخص. إذا لأنه كان هناك خوف من عقاب انتخابي قد تستفيد منه أحزاب المعارضة، وفي مقدمة هذه الأحزاب حزب العدالة والتنمية، حزب عبد الإله بن كيران، الذي يحمل مدفعيته الآن ويجوب هذه الأيام مدن الهامش في المغرب العميق، محاولا أن ينتقم لما جرى لحزبه في انتخابات 2021. سيد أخنوش، رجوعك الآن إلى واجهة النشاط الحزبي والسياسي فيما معناه أنك تتجاهل الفيتو الذي رفع في وجهك ليلة السبت الشهيرة لو تذكر، حين كنت نهار اجتماع المجلس الوطني قبل أشهر متفائل نهارا بخوض الانتخابات وانت على رأس الحزب، وكنت عاقد العزم على تأجيل المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات. لكن حدث حادث في الليل قلب كل الموازين، وفي اجتماع الثاني أو في اليوم الثاني لاجتماع المجلس الوطني لحزب الأحرار رجعت خائبا في الصباح الأحد وأخبرت أعضاء الحزب بأنك راحل، وأنت ربما تردد مع الشاعر الجاهلي الأعشى بيته الشهير: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ هل تطيق وداعا للحزب ولمكانتك فيه ولأنه صرفت عليه كل حال؟ الآن ماذا جرى؟ هل تحاول السيد ولد أحمد الحاج الالتفاف على القرار القاضي بإزاحتك على الحزب حتى لا تشكل عبئا عليه؟ هل ندمت على ترك مقعد ما زال فارغا على كل حال، فارغ سياسيا وليس تنظيميا؟ أم أنك تقاتل اليوم معركة الأخيرة، معركتك الحاسمة لإبقاء الحزب في المرتبة الأولى بأي ثمن، وإجبار الدولة على اختيارك لرئاسة الحكومة الثانية أو لاستمرار حزبك في المرتبة الأولى، على اعتبار أن الأخ شوقي الآن تقريبا خارج أي حسابات، فهو ما زال غير سياسيا وتدبيريا وما زال عوده لم ينضج لكي يتسلم رئاسة الحكومة. هذا السؤال الأول. العمل الذي يقوم به الحزب على رأسه السي محمد شوقي وأعضاء المكتب السياسي والذين يشككون في القدرة ديال السي محمد شوقي، كنقول لهم غدا غادي تفرجوا في السي محمد شوقي شكون هو. سؤال ثاني حول خلفية عودتك إلى المشهد الحزبي من خلال إلغاء الساعة لرفع معنويات الناخب الذي عانى منها مدة 8 سنوات وزعزعت استقراره النفسي والبدني بسبب ساعة إضافية زادوها لا نعرف علاش على وجه الدقة علاش زادوها، وحيدوها الآن لا نعرف على وجه الدقة علاش. المهم، السياسة في المغرب مثل نصوص الصوفي الكبير الحسين بن منصور الحلاج، حمالة لأوجه، تحتاج دائما لبذل مجهود في القراءة والتأويل وإعادة التأويل. الآن يبدو أن عبد الإله بن كيران ليس هو مصدر القلق الوحيد لأخنوش وحزبه وأعيانه وصفقاته وتدبيره للشأن الحكومي خلال السنوات الماضية. يبدو أن أخنوش منزعج أكثر من الوافد الجديد على البام إذا صحت أخبار التحاقه بالبام القادم من أكبر حزب سياسي في المغرب، وأقصد حزب كرة القدم، حزب الجلد المدور.
هذا هو الذي يقلق راحة أخنوش وراحة ثروته وإرثه. منذ أن بدأ سوق الأخبار والتنبؤات السياسية في الشارع المغربي يردد اسم فوزي القجع كمرشح محتمل للانضمام إلى حزب البام، وبالتالي كمرشح فوق العادة إلى رئاسة الحكومة إذا فاز البام بالمرتبة الأولى في انتخابات 23 شتنبر. من هذا الوقت وأنت يا سيد أخنوش في ضيق شديد، لأنك تعرف أن حركة القجع من مربع التكنوقراط إلى المربع السياسي هذه إشارة سياسية واضحة وعنوان على اتجاه الريح. القجع لن يترك مكتبه الفسيح وسلطاته الكبيرة في وزارة المالية، في الجامعة الملكية لكرة القدم، في الاتحاد الإفريقي، في الفيفا، وفي الشارع الرياضي. ما غاش يخلي هادشي كله وينزل للبحث عن منصب برلماني أو مقعد صغير في حزب البام. ما يمكنش يدير هادشي. إذن هو جاي لأشياء أكثر من هذا. البام بين قوسين، البام الذي يوجد اليوم توجد جنازة في بيته بعد إدانة عنصرين من قيادته بالاتجار الدولي في المخدرات. وهنا لابد للقيادة التي أشرفت على هذه المرحلة السابقة وما زالت تشرف على التزكيات التي تعطى لهذا النوع من المرشحين أن تقدم ثمن هذه الفضيحة. المحكمة حكمت بما راجع أمامها من حجج ومن وثائق في الملف، ولكن على الحزب كذلك أن يصدر حكمه، لأن هذه الفضيحة لابد لها من ثمن، ولا بد لها من عقاب، ولا بد لها من مسؤولية. نسد هذا القوس. أنتم تعرفون أن عدد من الأعيان وحتى جزء من الناخبين ربما ما زالوا يتتبعون فين غادي يوقف القجع، وربما يختاروا التراكتور إذا صعد إليه رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ولو في الدقيقة 90، لأن الزمن السياسة في المغرب ميت والأحزاب ضربها القحط، والدولة الآن تخاف من تدني مستوى المشاركة وخاصة في المدن لأنها تعرف أن الخطر كله يأتي من المدن عندما ينسد الأفق وينقطع الأمل. أخنوش لا يعرف أشياء كثيرة نظرا لتدني مستواه العلمي والثقافي والسياسي، لكنه بالقطع يفهم في علم الإشارات السياسية في قمة الدولة التي تتحرك هنا وهناك. هادشي تعرفه لأنه هو براسو كان جزء منه وجربه. قبل كل استحقاق كان هناك ترتيبات، ويفهم أخنوش علاش القجع لم يقطع الشك باليقين وترك الباب مفتوح عندما سألته ميديا 24 مثلا على واش غيترشح واش غيمشي للبام، قال إلى الآن لم أعلن قراري بخصوص الانتماء إلى الحزب. وأضاف القجع: إذا قررت مستقبلا ممارسة حقي الدستوري في الانخراط في أي حزب سياسي أو ترشح الانتخابات سأعلن عن ذلك بنفسي. سطروا تحت عبارة حقي الدستوري، وسطروا تحت عبارة أو كلمات سأعلن عن ذلك بنفسي. ورجع القجع في حواره مع الجزيرة 360، هذا الحوار الذي شاهده الآن أكثر من 1,300,000 في قناة اليوتيوب فقط. قال جوابا على السؤال هل هناك إمكانية أن يقود فوزي القجع حكومة المونديال؟ قال له الصحفي: نعم أو لا؟ اش قال القجع؟ قال: أنا من الناس الذين يرددون بأن الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى. رد عليه الصحفي وقال: عليه توكلنا. هذه جملة تركت الباب مفتوح، وهذا الباب المفتوح هو بالضبط ما يريد أخنوش والأحرار أن يقفلوه، ما دام الآن هناك مازال في طور تهيئ هذا السيناريو. لو كان رأس فوزي القجع خاليا من أي طموح سياسي أو أي ترتيبات تعدها الدولة لخلق رهان على الانتخابات بلا رهانات، لكان جواب القجع الأول والأخير واضح ولسد باب التأويل والقيل والقال. إذن عودة أخنوش ربما يكون وراءها ووراء أكمتها ما وراءه. ولد أحمد الحاج بعودته إلى الواجهة الحزبية يريد إقفال باب التفكير في بديل آخر عن الأحرار قبل الدخول إلى معمعة انتخابات 23 شتنبر المقبل، لأنه يعرف
أن الصناديق وحدها لا تحسم كل النتائج، وبأن الترتيبات ما قبل الانتخابات تلعب دورا حاسما أحيانا ومساعدا أحيانا أخرى في ترتيب المشهد البرلماني والحكومي. ومن يعيش يروي. يبقى معنا أمامنا محور ثاني، هذه المرة من جبال أنفقو ومن قراها المهمشة في الأطلس، لا تذهب بعيدا. مساء الخير ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج بودكاست كلام في السياسة. هذا البرنامج الذي أصبح علامة من علامات انتشار المحتوى السياسي في اليوتيوب حسب ما قالته دراسة رويترز التي سنرجع إليها. بعد مسيرة إيت بوغماز، ها هي مسيرة أنفقو مرة أخرى. قرويون يمشون على الأقدام في اتجاه العمالة. من أجل ماذا؟ من أجل طريق معبدة تنهي معاناتهم مع طريق كلها حفر ومنعرجات، المرور فوقها أصعب من المرور فوق الصراط يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المطلب موجه إلى الوزير، وزير المليار نزار بركة، ينفعنا ببركته، الذي يحلم بالكثير من المقاعد، قال لك في 2026 وفي 2027. حنا في الحزب سنعتبروا بانه اللي بغينا وهو نجمعوا مقاعد، اي المقعد 2026 والمقاعد 2027. إذا تحرك شوية، سير عندهم، ذكر معاهم فيك انت هذه 5 سنين. يريد القرويون كذلك الريزو للحديث والتواصل مع العالم كباقي خلق الله. إذا مطالبهم موجهة للحكومة وإلى وكالة الوطنية لتقنية الاتصالات اللي عندها مسؤولية في هذا الملف، وللشركات الثلاث الكبرى للاتصالات التي تربح المليارات ولا تستثمر بضعة ملايين لإيصال الريزو إلى أهل القرية المقطوعين عن العالم وعن سبل العيش الكريم. لو علم إيلون ماسك بمحنة ضواوير أنفقو وما جاورها، كان طلق لهم الانترنت الفضائي من أقماره الصناعية من شركة ستارلينكس، كما فعل مع الأوكرانيين وهنهم وهن العالم كله. ماذا يريدون أيضا؟ يريدون فك العزلة خاصة في الشتاء وأمام الثلوج التي تسد الطرق الجبلية التي تعود إلى القرون الوسطى. يريدون رخص للبناء عباد الله في بيوتهم، ما كثير منهم ما عندوش هكتار باش يبني، عطيو للناس رخص يبنيو. لنستمع إلى بيان سكان أنفقو على لسان شاب فصيح من الأطلس الأمازيغي. كنتحداو وزير النقل الا كانت عندنا غير 10 متر ديال الطريق مقاده بلي نورم ديالها بداك الشيء اللي خاصو يكون، حنا نمشيو لديورنا نسكتو، ما بقينا طالبين حتى حاجه. ياكم متفقين معايا؟ قابلين هذا التحدي. تنقولوا للوزير راه الا ما جيتيش لهنا شوف بعينيك، حيت المارشي راه خرج، ياك خرج المارشي، ياك قالوا لنا بانه كاينه الميزانيه، ياك نتوما تحاورتوا مع القايد، تحاورتوا مع الناس العماله، تحاورتوا مع الوزير براسو. كاينه قولوا لنا يا المغاربه شنو بقى، اش من باب بقى باش يلقوه هاد الناس. اذا تنقولوا بان الناس ديال انفقوا، الناس ديال هاد الدواور كامل، شحال ديال الدواور؟ شي 10 ديال الدواور ولا 11. تيقولوا لكم باننا راه دقينا جميع البيبان وما خلينا حتى شي باب ومشينا من الصغير حتى للكبير، يعني فاهمين التراتبيه ديال الصوت وفاهمين كلشي. مشيتوا للقايد، مشيتوا لرئيس الجماعه، مشيتوا للعماله، مشيتوا للوزير، وما تقدرش لكم الغرض. شنو هو الحل من غير هذا الشيء؟ باش ما يقولوش علينا باننا مشاغبين او لا باننا تنديروا شي حاجه ماشي هي هذيك. عباد الله راه الطحين المدعم اللي كيشريوه المغاربه ب 100 درهم، بشحال كتشريوها الناس؟ 2200 ريال. واش عندكم شي خدمه يا عباد الله هنا؟ واش زعما نتوما احسن من المغاربه كتدخلوا احسن من المغاربه؟ يعني ما عندنا لا خدامي. ودابا راكم ما كطلبوا لا قرايه لا سبيطار لا خدمه لا حتى حاجه، كطلبوا نتوما غير يا ودي ديروا لنا الطرقان. راه بلادنا هادي، بلادنا تيميزان لغايت، راه ما غنخويوهمش. هاد البلاد اللي ساكنين فيها حنا راه الجدود ديالنا، جدودنا الدم ديالهم طلع لهيه،
يقول لك بانه راه جدنا كان هازين السلاح باش يحرروا هذه البلاد. ايوا فاش تحررات بغينا حنا غير نشموا الدم ديالهم. واش تنتسالوا شي حاجه في هذا المغرب ولا ما تنتسالوهاش؟ واش حنا مغاربه؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ فاش تنشوفوا بانه راه دابا المغرب كله خدمه. ياك المغرب كله خدمه، ياك الناس في المدن الكبرى ماشي حاسدينهم. الله يسخر لهم مدن كبرى وفيهم الاقتصاد وفيهم بزاف ديال الحوايج وفيهم حتى هما المشاكل ديالهم، ولكن حنا راه ميتين، حنا راه ما كاينينش عباد الله. ياك الخدام واصل 4000 واصل ل 5000 واصل ل 6000 واصل، علاش؟ حيت كيخدموا شي بلايص. ولكن هنا عباد الله واش حنا ما يتخدموش؟ تنقول لهم عطيونا غير اوتوروت وحده، فرقوها، ما ديرولناش الاوتوروت، غير فرقوها على الدور، غير فرقوها على هاد الجبل، غير فرقوها على هاد الناس مساكن. راه ما طلبوا لكم لا خدمه لا فرص شغل لا سبيطار لا يا ودي حنا كندواو بالحنه، يا ودي حنا كندواو بالعشوب، يا ودي حنا تندقوا الملحه وتندواو بها، يا ودي حنا تنتحلو هنا تنجيبو ياتاي تندقوه وتنحطوه. ياك هادشي اللي كنديرو عباد الله؟ ياك ودي تنطلعوا للجبال بحال هكا وتنقلبوا على العشوب وتنداويو راسنا. ياك عباد الله ما عندنا لا طب لا حتى حاجه. ولكن باش في 2026 اللي المغرب فيه تيوجد لكاس العالم والقطار فائق السرعه والقطار الجهوي والاوتوروت والملاعب وداكشي، ايوا راه حتى حنا تنخلصوا. ايوا راه حتى حنا راه فاش تدي باكيه ديال اتاي راه كتعطي 20 ريال ديال الضريبه ديالك، واش تعطيوها؟ ايوا راه حتى حنا تنتسالوا من البحر، ايوا راه حتى حنا تنتسالوا من المعادن، ايوا راه حتى حنا تنتسالوا من الثروات، ايوا راه حتى حنا تنتسالوا من بزاف ديال الحوايج. ايوا راه ما عندنا لا كريمات، ايوا راه ما عندنا لا حقوق، ايوا راه ما عندنا لا مدارس خاصه، لا ما عندنا حتى حاجه. الله يرحم لكم الوالدين، غير فكوا علينا العزله. ما يلفت النظر مرة أخرى في مسيرة أنفكو كما في مسيرة بوغماز والمسيرات الأخرى التي جرت في العالم القروي أن الحراك الاجتماعي انتقل من المدن إلى القرى، من أهل الحاضرة إلى أهل البادية. أهل البادية اللي عادة يصبرون ولا يرفعون الصوت ولا يرفعون أكف الطلبات إلا لله تعالى. ماذا يعني هذا؟ لنتأمل في هذه المسألة وفي هذه الظاهرة. ثانيا، المحتجون الغاضبون الذين نفد صبرهم ونفد أملهم لا يتوجهون بمطالبهم لا إلى حكومة ولا إلى رئيسها ولا إلى برلمان ولا إلى جماعة ولا إلى جهة، يتوجهون مباشرة إلى العمالة أو الولاية. فهؤلاء لا يعرفون حزبا ولا مؤسسة، يعرفون غير الإدارة الترابية ممثلة المخزن عندهم. ماذا يعني هذا؟ تأملوا في هذه الأسئلة وابحثوا لها عن أجوبة. ثالثا، مغاربة الهامش أو مغاربة المغرب غير النافع كما كان يسمى في عهد الاستعمار لا يطلبون الشيء الكثير، لا يطلبون الشغل، لا يطلبون الدعم، لا يطلبون المدرسة، لا يطلبون وسائل النقل، لا يطلبون مطارات ولا قطارات ولا حتى محطة حافلات، يطلبون فقط طريقا لفك العزلة والقدرة على الوصول إلى السوق. هل هذا كثير على دولة تصرف بالهبل على ملاعب مونديالية عالمية وتزداد مداخلها الضريبية ب 14% كل سنة حسب ما صرح وزير الميزانية؟ لا بد من أن نذكر مرة أخرى بالفشل الذريع لتمثيل الناس في نظام الجماعات والأقاليم والعملات والجهات. هذه الألوف المؤلفة من المنتخبين المستشارين الجماعيين لم تعد صالحة لشيء، هي لا تمثل إلا نفسها ومصالحها وتطلعات أصحابها. لننتهي من هذه قصة الديمقراطية المحلية والتمثيلية الجماعية. رجاء انظروا إلى الحقائق أمامكم. الأغلبية التي تسيطر على كل مجالس الجهات والجماعات الترابية وفي المدن وفي القرى، الأغلبية الساحقة من هذه الجماعات سواء في القروية ولا في المدن وفي عمادات المدن، أغلبيات لا تعبر عن الناس. إما أنها لا تفتقد إلى إما تفتقد إلى الكفاءة أو إلى المصداقية أو إلى الأهلية أو إلى الإمكانيات. ما عندها إمكانيات. يعني الناس في الدوار وفي المدينة وفي الإقليم وفي الجهة وفي الجماعة
ولاو تيتكلموا مع الدوله مباشره، تيمشيو عند الولي والعامل، ما تيعرفوش شي واحد من غيره. اضف الى ذلك ان حتى حكومه الولاة والعمال اللي بغينا نقولوا الذي لديهم سلطه القرار وامكانات استشعار مشاعر الناس وحاجاتهم ومعاناتهم، هؤلاء ايضا مسؤولون عن ما آلت اليه الاوضاع الناس في البوادي. فدابا اختاروا، الا بغيتوا تعطيو لهاد الولاة والعمال والقياد والبشائر يسيروا هاد المدن ويسيروا شؤون الناس، سيدي تفضلوا عطيونا هي النتائج. ولا بغيتوا نديروا ديمقراطيه بمواصفات عالميه، هذه راه عندها مقتضيات. اما نبقاو لاعبين لا احنا الى هؤلاء ولا الى اولئك بحال شي هذيك معلقه في الطريق، ما خدامش هذه. هذا الاسبوع خرجوا الناس في انفقوا، قبلهم خرجوا في بوقماز، وبعدهم في تونات وفي جماعه العروس وغيرهم. اش تيطالبوا؟ تيطالبوا بطريقه معبده، بالريزو، احيانا بمستشفى، تتمنعهم قوات الدرك والقوات المساعده. ولو كانت هناك شي مساعده ومساعده لما وصلنا الى ما وصلنا اليه. طيب تمنعهم من التظاهر، وشنو الحل؟ كتله الغضب في النفوس دايره بحال واحد الكره بالخيط مشبكه، فيها عوامل عده خصنا نعرفوا نفككوها. فيها سياسات اجتماعيه واقتصاديه وتدبيريه حصيله كل هذا الشيء. غياب برنامج جدي وفعال لفك العزله على الناس. هذه الفوارق المجاليه والمغرب بسرعتين ها هو الان كل مره تيبان قدامنا. خصو برنامج استعجالي واضح. كذلك اثار التضخم وارتفاع الاسعار التي لم تنزل منذ 5 سنوات، هذه كذلك تضغط على نفسيه الناس. ارتفاع معدلات البطاله التي لم يعرف المغرب مثيلا لها منذ 30 سنه، ما عرفناش 13.2% البطاله. وفيها كذلك اخبار الفساد وتضرب المصالح التي صار بذكرها الركبان. اصبح رئيس حكومتنا بطلها بلا منازع. اذا هذا الشيء كله تيجتمع. اذا لو كان الناس عندهم امل ما يتظاهروش، يقولوا بدينا قدامنا انتخابات غادي ندير واحد البرلماني غيهضر بسميتنا مثلا. بيير بورديو عالم السوسيولوجيا الفرنسي الراحل اللي معروف تيقول للدوله يد يسرى تعطي بها الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه للمواطنين، وعندها يد اخرى اليمنى تمسك بها العصا وبها تفرض النظام والانضباط وحتى القمع. هذين اليدين لا يشتغلان في نفس الوقت عند الدولة. لا تشتغل اليد اليمنى عندما تشتغل اليد اليسرى، والعكس صحيح. إذا كانت اليسرى نشيطة وتشتغل، راه اليمنى ما غتحركش اللي فيها العصا، راه صافي غادي تلقى حل مع الناس. لنتأمل هذه الصورة المجازية الواقعية. الباحث في العلوم السياسية محمد طوزي في تفسيره للحركات الاجتماعية في البوادي تيقول حين تتراكم اختلالات اليد الاجتماعية للدولة، مستشفيات، مدارس، طرق إلى غيرها، لا يقابل هذا العجز، ما كاينش قدام هذا العجز تنافس حزبي حول برامج سياسية بديلة، تتجه طاقة المطلبية الغاضبة إلى الشارع، إلى التظاهر، كقناة تفاوض اجتماعي مباشر خارج المؤسسات. هادو تيتفاوضوا، هاد الناس اللي خرجوا اللي شفتوا هذوك البوادين راه تيتفاوضوا مع الدولة خارج أي قنوات مباشرة، ما دامت القنوات الأخيرة غير قادرة على استيعاب المطالب وإعطاء وعد أو حتى أمل أو حتى إمكانية في الاستجابة إليها. لنتأمل الصورة على ضوء آراء الباحثين. الأستاذ عبد الرحمن الرشيق هذا أنثروبولوجي كذلك يذهب في نفس الاتجاه، ويقول عن دلالات الاحتجاج في الشارع عموما: حين تضغط أو حين تضعف قنوات الوساطة يتحول الشارع إلى امتداد تفاوضي عقلاني وانفعالي في نفس الوقت مع الدولة. ترفع اللافتات حول الصحة، حول الطريق، باعتبارها حقوق عمومية ماشي مكرمة من الحكام. سبب الحراك الاجتماعي الجديد غير الظاهر هو هذا، هو أنه الصراع السياسي الآن يتم بلا رهانات فعلية على السلطة، انتخابات ومجالس بلا إمكانيات لخلق بدائل أمام الناس تعطيهم أمل في إصلاحات وفي إنجازات. ولهذا تيخرجوا ما تنتظروا حتى شي حاجة من القنوات التمثيل السياسية والمؤسساتية. لهذا يلجأ الناس إلى المشي على أقدامهم كيلومترات للعمالة للقاء العامل، ممثل الدولة، ممثل السكان، لأنهم هؤلاء البسطاء لا ممثل لهم. لاحظوا كيف قلت الاحتجاجات والإضرابات والمسيرات، وبالأرقام لما تسلمت حكومة عبد الرحمن اليوسفي في 98 الحكومة كان هناك أمل، وكذلك تكرر الأمر مع حكومة بن كيران في 2012، وهذا الشيء بالأرقام.
قلات هذيك التظاهرات والاحتجاج لأن تعطى للناس أمل، تفتح أمامهم باب. إذا الناس، السياسة في العالم كله تحتاج إلى صبر الناس، تعطيهم الوقت، خصوصا عندما تكون المطالب اجتماعية تحتاج إلى وقت لتلبيتها. اليوم نتيجة تجفيف ينابيع السياسة وضمور الفعل الحزبي والنقابي وتراجع حضور السياسيين والنقابيين ورموز الفعل الاجتماعي والسياسي والفكري والإعلامي، تسلم الناس البسطاء المشعل ليطالبوا بحقوقهم، خصوصا أن واحد العدد من الشباب درس في المدن وما لقاش فرص شغل ورجع للبادية، رجع محمل بثقافة أخرى احتجاجية، بفهم، باستيعاب إلى غير ذلك. لنتأمل في هذه الصورة اللي طلقهم الآن، وهذه التفسيرات بثلاثة لبيير بورديو والمحمد طوزي والأستاذ رشيق في الدار البيضاء. أمامنا محور آخر قبل أن أودعكم. أتساءل معكم ماذا يجري في ملف الصحراء؟ هناك مستجدات هذه المرة، وهل تغير شيء في علاقة المغرب مع الأمم المتحدة؟ علاش نطرح هذا السؤال؟ لأن المبعوث الأممي الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سيد ستيفان دي مستورا جاء إلى المنطقة قبل أسبوع، زار الجزائر، تلقى مع وزير الخارجية، وزار تندوف وشاف دوك البوليزاريو، وزار نواكشوط وشاف الرئيس شخصيا، لكنه لم يزور الرباط. هل هذا مجرد تفصيل بروتوكولي واش رسالة سياسية، أم أن هناك ما يجري خلف الكواليس ولا نعرفه؟ في الدبلوماسية أحيانا يكون الغياب أبلغ من الحضور، وما لا يقال أهم مما يقال. حكى الأشياء تمشي في عالم الدبلوماسية. إذا هذا الأسبوع كان ستيفان مستورا بجولة إقليمية شملت الجزائر، حيث التقى كبار المسؤولين، ثم انتقل إلى المخيمات واجتمع بقيادة البوليزاريو وسمع منهم وسمعوا منه، ثم حط الرحال في موريتانيا والتقى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتبار أن الأطراف كلها مع المغرب داخلين في مشاورات تفاوض مباشرة دارت فيها 3 جولات إلى الآن، وما زالت لم تثمر إطارا للحل. لكن المثير للانتباه أن الرباط لم تكن ضمن هذه الجولة. هل هذا يعني وجود أزمة في العلاقة مع ديمستورا؟ ربما لا. الجواب في تقديري لا. اللي وقع الرباط بحال ما بقاتش في حاجة اليوم لمزيد من الحديث. أعطت كل ما عندها، طرحات مشروع الحكم الذاتي، أعطتهم كلناش فيه 40 صفحة مفصلة حول السلطات اللي غادي تفوتها لحكومة الحكم الذاتي، ورجعت اللور أمامها أو بيدها قرار الأمم المتحدة، الاعترافات المتوالية واعتراف أمريكا بمغربية الصحراء. إذا ما بقى عندها ما تهدر فيه. ربما هذا هو الحل. كذلك مجلس الأمن عاد في قراراته الأخيرة ليؤكد بأن الحل السياسي الواقعي والعملي والقائم على التوافق هو الحكم الذاتي. إذا المبعوث الأممي وجد ربما اليوم الحاجة أكبر إلى التحرك في اتجاه الأطراف الأخرى اللي ما زال لم تنزل من الشجرة ولم تتخذ قرار جريء في الانخراط في هذا المسلسل، تلعب على ربح الوقت، تراهن على إضعاف ترامب حتى ما يضغطش عليها خصوصا من الجزائر. لكن الواقع الآن أننا أمام إعادة إحياء هذا الموضوع والبحث عن حل هذا النزاع. هذه النقطة الأولى. الأمم المتحدة اليوم اكتشفنا بأنها تتبحث على تمويل إضافي لبعثة المينيرسو لتحديد الهوية من أجل تنظيم الاستفتاء. ما بقاش عندها الفلوس، لأن أمريكا ما بقاش باغا تعطي الفلوس للأمم المتحدة بشكل عام ولهذه البعثة بشكل خاص، ولهذا ولاو تيقلبوا الفلوس باش هي تقدر تبقى حاضرة. مشاو دقوا على الباب النرويج، ووزير الخارجية قال بأنه وافقات أوسلو على تقديم مساعدة مالية لدعم جهود الوساطة لحل نزاع الصحراء. طبعا المغرب باغي يتفضي من هذا المينيرسو، وامريكا ما بغاش تمولها. هذا رساله سياسيه ماشي بخل مالي باش تقول سالينا، يعني غادي تمشي المينيرسو من تما، معناه ان ما بقى على الطاوله الا حل واحد هو مشروع الحكم الذاتي. ما بقاش لان المينيرسو اساسا جات باش تنظم اجراءات، دير تحديد الهويه ودير اجراءات لتنفيذ الاستفتاء، وهذا الاستفتاء ما بقاش مطروح على الطاوله. اذا خوات الصندوق المينيرسو اليوم. النقطة الثانية أو الثالثة أن بول سمسعد التقى مع ديمستورا واجتمعوا الرجلين وخرج بتدوينة
بوز قال في واحد التصريح مهم أنه ما هو وديمستورا ناقشوا كيفية تنفيذ القرار مجلس الأمن 2097 وسبل إعادة الأطراف للوصول إلى حل عادل ودائم للنزاع. والآن دائما يؤكد أنه حان الوقت للتوصل إلى حل هذا المشكل عاجلا بعد 50 سنة وهو موجود يعني كنزاع على الأرض، حرب باردة وساخنة وحرب أخرى في مجلس الأمن. هذا التصريح ماشي عادي، لأنه يكشف أن الولايات المتحدة ما زالت تمسك بالخيط الأساسي في هذا الملف، حتى وإن اهتمامها الدبلوماسي وتركيزها السياسي انصرف في الأشهر الأخيرة إلى ملفات أكثر اشتعالا، وتقصد بذلك الحرب في إيران والمفاوضات الأصعب مع ملالي طهران، الحرب اللي اندلعت في الشرق الأوسط في 28 فبراير كما هو في علمكم. والآن ما زال جهود أخرى لدفع إسرائيل ولبنان للتوقيع على وقف إطلاق النار وتسوية ما. وعاد كاين مشكله نتاع غزه الان مجلس السلام اللي ما مشاش. اذا كل شيء هذا الشيء ملفات كثيره موضوع على الاضاءه، لكن يبدو الان مع تقدم المفاوضات على الجبهه اللبنانيه والاسرائيليه والايرانيه ان الجهد الدبلوماسي الامريكي عاود يرجع للاهتمام بملف الصحراء. وطبعا كاين لحظه سياسيه وقانونيه حاسمه، هي نهاية أكتوبر. ما بقى والو عمل، جويي أوت سبتمبر أكتوبر، 4 شهور خاص إيجاد حل، لأن مجلس الأمن في اجتماعه الآخر قال لهم راه هذه تقريبا آخر تمديد وخصهم تلقاو حل، وهو كان يعتقد في 6 شهور غيلقاو الحل. إذا الآن أصبح الملف مستعجل أكثر لأنه مرهون بأجندة يعني اجتماع مجلس الأمن في نهاية أكتوبر المقبل. الولايات المتحدة إذا رجعت تعاود تحرك هذا الملف للبحث عن تفاهمات سياسية بين العواصم اللي بغينا المؤثرة. إذا الدعم ما بقاش للمينيرسو، الأمم المتحدة ما قادراش توفر إمكانيات غدا عند النرويج طلب مساعدات. غيعطيو شحال غيعطيو المساعدات؟ شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، لا أدري، لكن ماشي أكثر من هذا الشيء. ما يمكنش الأوسلو تبدا تصرف على بعثة فيها عدة عناصر وملايين الدولارات كل سنة بدون أفق. واش هاد النرويجيين غادي يدعموا يعطيو الفلوس بلا ما يدخلوا في الموضوع؟ واش كاين شي وساطه لتحت بيناتهم هم عاصمه الوساطات والحلول الدبلوماسيه للنزاعات، وانهم داخلين على الخط باش يلعبوا دور معين لتقريب وجهات النظر؟ كل شيء ممكن. الخارجيه المغربيه ما تتكومينيكيش، ولكن امريكا والامم المتحده ومبعوثها تيهضر على اي حال، هو ملزم بالكلام. لهذا السؤال الحقيقي لم يعد شنو هو الموقف المغربي. الموقف المغربي واضح، وتنظن وصل إلى الحد وأعطى كل ما يمكن أن يعطيه. الآن أصبح الطرف الآخر مطالب بأن يواكب هذه الدينامية، وكذلك الظرف الدولي والكبار أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا أنها تلقى سبل لدفع الأطراف كلها باش تلقى حل. طبعا أمريكا هي العنصر الوازن في هذا الملف، وعندها وسائل الضغط لا على الجزائر ولا على البوليزاريو، وربما تستعملهم. هي بدات الآن حيدات الفلوس على المينيرسو، والباقي ربما يجي، لأنه هذا الملف خصو يتحل بشكل من الأشكال، لأن هذا الستاتيكو اللي دام سنوات طويلة ما بقاش تيخدم حتى شي طرف، حتى الأطراف الكبرى، لأننا أمام عالم جديد يتشكل، جغرافيا سياسية تتشكل. أمريكا تريد أن ترجع إلى نفوذها القديم في القارة الإفريقية، تريد أن تدخل من هذه البوابة تاع شمال إفريقيا، خصها تنهي هذه الصحراء. علاقة بالمغرب، مساهمته في مجلس السلام، علاقة المغرب بترامب وعدة اعتبارات اللي هي شكل، وطبعا النصر الدبلوماسي للمغرب، ضعف الجزائر، هذه كلها عناصر، لأنه السياسة الدولية تؤمن ب ميزان القوى بالونس نتاع البوفوار عندك. ما كاين حتى شي واحد يعطيك هديه، انت تاخذ بقدر يعني وزنك وقوتك على الارض وعلى امكانات القوه اللي عندك ووسائل القوه اللي عندك. الا كنتي ضعيف ما غتاخذ والو، كنتي متوسط غتاخذ متوسط، كنتي قوي غتدير ما يوازن قوتك. اذا نحن امام مرحله اظن في هذه 4 شهور غادي تكون فيها الجديد،
غادي يكون هناك تحولات باش إنهاء هذا النزاع الذي أول ما أرهق هو الفكرة المغاربية، هو المشروع المغاربي، هو التكامل المغاربي عباد الله. هذه منطقة فيها أكثر من 100 مليون نسمة، وقف كل شيء على قبل ملف الصحراء، على قبل عناد جزائري عسكري بدون أفق، بدون قدرة على قراءة الخرائط الجديدة والحقائق الجديدة في عالم جديد. تيضيع لنا الوقت وتيضيع على راسو ولينا والمنطقة كلها الوقت. كان ممكن نكونوا الآن في مكان آخر، في مقعد آخر كدول مغاربية بخمسة للتفاوض مع أوروبا، مع أمريكا، على الخليج. الآن ترسم بعد الحرب على إيران يعني خريطة إقليمية جديدة، وإحنا شفنا التحركات نحو باكستان بالنسبة للسعودية، وتركيا نحو الهند بالنسبة للإمارات، ونحو إسرائيل بالنسبة للإمارات. يعني منطقة كلها غادي تعاود تشكل. فين إحنا منها؟ إحنا جزء امتداد ثقافي وسياسي واقتصادي. ما نساوش راه المستثمر الأول اليوم في المغرب ماشي هو فرنسا على القرب، ماشي هو إسبانيا، هي الإمارات. بغيتوها ولا ما بغيتوهاش، هذا هو الواقع اللي كاين، خصك تتعامل معاه. إذا نحن في عالم جديد. انهار واحد النظام وطلع واحد النظام. اليوم كان لافت الخطاب اللي دار يعني البارح بالليل، اليوم مازال في امريكا انا حسيت. ترامب هاجم ممداني واصحابه، لان هذوك اللي طلعوا كلهم مناصرين للقضيه الفلسطينيه كمرشحين محتملين للانتخابات النصفيه، وسماهم الشيوعيين الكفار. تصور ولا امام يفتي او قس يفتي شكون هو المؤمن وشنو هو الكافر، لان هذو كلهم ما اعتمدوش على دعم ايباك. تصور كلهم اللي اعتمدوا على ايباك تقريبا سقطوا في الانتخابات يعني التمهيديه اللي عاد غتديهم الانتخابات التشريعيه. وعاده اللي تيفوز في الانتخابات التمهيديه هو اللي تيفوز في الانتخابات التشريعيه في نيويورك، لان نيويورك كمدينه او كولايه ديمقراطيه الهوى، بمستوى التعليم فيها طالع والنخب والحياه الاقتصاديه والماليه الى غير ذلك. فاليوم تيهاجمهم. تصور شوف دابا الا جبتيه واحد من السبعينات والثمانينات والتسعينات وقلتي له شوف المرشحين الديمقراطيين اللي هما كانوا ضد التمويل الايباك اللوبي اليهودي في امريكا هما اللي نجحوا، واللي سقطوا هما اللي دعمهم هذاك الايباك. واليوم كاين واحد تدني لشعبيه اسرائيل عند الجيل الصغير تقريبا بنسبه كبيره، وعند الجيل المتوسط بنسبه النصف، وبانه واحد العدد من المرشحين ولاو تيبتعدوا على اللوبي اليهودي. لن يصدق هذا الكلام، لكنه حاصل الان. وهذا هي المؤشر فقط من مؤشرات كثيره على التحولات اللي كاينه في امريكا وفي العالم. الى هنا اودعكم على امل اللقاء بكم في حلقات اخرى. هذه القناه تحتاج الى دعمكم، الى مساندتكم، الى اقتسام هذا المحتوى مع غيركم، مع من يعنيه الامر، ليستمر الوعي سلاح ويستمر تستمر المعرفة سلطة. إلى اللقاء.